بتعملي غسيل للعيون. دي أول مرة أنزل معاهم. دي تقريبا أول إيفنت أحضره معاهم. It was so beautiful. No, the color is very, very beautiful. دي حاجة كويسة لحد ما يعني. في حاجات بنشوفها كل يوم اتعودنا على شكلها كده، على لونها كده. حتى أهم حاجات في بلدنا أصبحت مصدر للتلوث البصري. من فترة صغيرة قررت مجموعة من الشباب التمرد على الوضع ده، وكان ليهم رؤية مختلفة. الفكرة بدأت لما ابتدت حملة ألوان أصلا تنتشر في مصر كلها، سواء بقى كانت سلالم أو دشات أو حاجة كده. حصلت في مصر حركة كده فجأة، فحسبنا إن إحنا أصلا يعني ده إحنا بنعرف نعمل كده، يعني إحنا ده دورنا بقى. فابتديت أدخل على الجروب بتاع الكلية. إحنا لينا جروب كده كدفعة يعني تالتة تصوير. فدخلت على الكلية قلت لهم واحنا ليه قاعدين؟ ما إحنا أصلا ده شغلنا. وفعلا دي كانت بداية حملة هنلونها. اي مكان بيبقى مش نضيف بيجي في دماغنا ان احنا فكره ان احنا نغيره يعني، بس بناخد طبعا الاول موافقه من الحي وبعد كده بنشوف لو هينفع بننزل نلونه. ومن الاماكن اللي اهتمت بيها الحملة هي نزلات كوبري 6 اكتوبر، زي نزلة ماسبيرو اللي اتشهرت بالسمكة ال 3D، ونزلة شارع الجزيرة اللي كانت تصميمها من وحي التراث الافريقي، وكل لون استخدم في الرسومات دي كان ليه هدف معين. احنا حتى اول مره نزلنا فيه عملنا ريمبو لسبب واحد بس، انا عايزه ادي الناس اللي في الشارع كميه تاثيرات نفسيه في المره الواحده وهو معدي كده، بس ياخد تفاؤل وامل وفرحه ويتبسط ويتشجع وينزل الشغل. كل ده هو مش حاجه. التصوير الجداري والتلوين أسرع وسيلة اتصال جماهيري. الرسم بيوصل بسرعة والناس بتتفاعل معاه بسرعة، وممكن تغيري ثقافة مجتمع وفكر مجتمع بالرسم. واختيار الأماكن في أوقات كتيرة بيكون وراه قصص شخصية. هو عبد المنعم رياض بالذات يعني ليه معايا أنا قصة شخصية يعني، بس طبعا كل أعضاء الحملة كانوا نازلين عشان الهدف. أنا بابايا أصلا شغال قريب من عبد المنعم رياض، فاليوم اللي نزلنا فيه أصلا نلون، اليوم ده أصلا بابا كان بيعمل عملية في نفس اليوم في المستشفى الساعة 7 الصبح. أنا كنت شغالة بلون، الساعة 7 الصبح بابا كان بيعمل عملية في مستشفى قلب مفتوح. فكنت عايزه اقول له يعني انت كنت يوم العمليه ده انت بتعمل عمليه، بس انت عارف انا عملت السلم ده ليه؟ فسكت كده لحظه قال لي انا عارف عشان بعدي عليك كل يوم. فكنت فرحانه ان هو واصل له الفكره، يعني انا فعلا عاملاها علشانك يعني. بس وبعد ما كانت حملة هنلونها مبادرة فردية، بدأت تتعاون مع مبادرات أخرى. احنا كنا عرفنا او كنا قرينا عنها نلونها على الفيسبوك، وكنا تواصلنا معاهم والناس تجاوبت بسرعه بصراحه. هم جروب من فنون جميله، ورحنا وعملنا اجتماع معاهم عند رئيس الحي. احنا بنقدم دعم عباره عن تذليل العقبات اولا، ثانيا جايبين لهم مثلا في معدات بتاعه الحي موجوده اهي يمكن ورا حضرتك في الصوره بتساعد معاهم. لو محتاجين جزء من الدهانات بنجيبها في اعمال النظافه قبل ما بيدهنوا واحنا بننظف. فهو نوع زي ما قلت لسيادتك من المشاركه بيننا وبين هؤلاء الشباب. الناس بتعدي علينا برافو عليكم، احنا معاكم، وناس بتتبرع لنا بدون ما احنا فاتحين اي مجال للتبرعات. احنا بنصرف على الحمله من معانا احنا، فالناس بتحاول تبين لكم الجانب الحلو في كل حاجه. وفعلا رسومات الحمله لفتت انظار الشارع المصري بكل فئاته. انا اقول بدون مبالغه، فليأتي بيكاسو يتعلم منكم. هو القضاء وإزالة القبح وعودة الجمال والإبداعات والذوق الرفيع. تسلم إيديكم والله، انتوا يعني بص خليتوا لمصر كده روح وجميلة والله العظيم. شغل جميل جدا بصراحة يعني، وزي الفل 100 100. لا دي حاجات كويسة، واللي انتوا بتعملوه ده حاجة كويسة يعني. وفي وقت قليل قدرت حملة هنلونها تجذب الإعلام المصري. ومش بس كده، دي كمان لفتت أنظار المسؤولين.
زي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قرر إنه يتبنى حملة هنلونها ويخليها جزء من حملة قومية. انا دلوقتي احنا منضمين تحت حمله كبيره اسمها اسمعونا في امل. اسمعونا في امل دي حمله هتبقى كبيره جدا في مصر كلها. الحمله دي هتمسك حاجات كتير قوي في مصر تظبطها من كل حاجه، تعليم، صحه، تلوين، كل حاجه. طرحنا يعني فكره مشروع 50 قريه في الصعيد هنبتدي هنشتغل فيهم على 6 شهور. طبعا احنا قلنا ان احنا عايزين نشتغل فيهم على 1.5 سنة، بس طبعا الرئيس بيحتاج كل حاجه تخلص بسرعه، فقال لنا 6 شهور وانا معاكم وهيساعدنا. هناخد كل الحملات المشابهه لينا في مصر ونبتدي نشتغل بيهم في كل المحافظات. في كذا حمله في مصر بتلون في محافظات تانية كتير هتساعدنا جدا. طبعا انا مش هقدر اسافر محافظات. ومع الوقت لما كل الأماكن تبقى منظرها جميل ممكن الناس لا إراديا تبقى مقبلة على الحياة أكتر، وده هدف حملة هنلونها.